يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. في موضوع في حدث حصل كده هكلم على حضراتكم عليه، ولكن انا عارفه ان الحدث الاهم او الكلام الاهم هو اللقاء بتاع السيد بدر عبد العاطي وعمرو اديب اللي كان موجود اول امبارح، وناس كتير اتكلموا عنه وشفت تعليقات كتير وشفت بوستات كتير وشفت فيديوهات كتير، وعشان كده انا نزلت على الكوميونتي الكلام بتاع الاتفاقيه. طبعا ممكن لو ما حدش شافه او كده، فانا عشان كده بتكلم. الحقيقه هي الاتفاقيات في اتفاقيات دوليه مصر موقعة عليها لحماية اللاجئين، وهنا المشكلة اللاجئين. احنا الاتفاقيات اللي احنا وقعناها تخص اللاجئين، يعني مش المفروض عودتهم يحصل عودة قسرية قد تؤدي الى خطر على حياتهم. ده تمام جدا، ده حقيقي، ده صح، ولكن احنا عندنا مشكلة. مش بس السيد بدر عبد العاطي، المشكلة ان كل المسؤولين تقريبا بلا استثناء بيتكلموا على السادة الضيوف اللي موجودين في مصر على انهم لاجئين. واحنا قبل كده لما جينا اتكلمنا على لاجئين او صفة لجوء او نوصفهم ان هم لاجئين، احنا قلنا ان احنا يعني مواطنين ناس عادية بنتكلم بنقول لاجئين، ده لفظ مجازي، ما مش دي الحقيقة يعني. ولكن اللاجئين الرسميين التابعين للأمم المتحدة ومسجلين في المفوضية ومعاهم كروت لا يتعدوا 1,100,000 فقط. ويمكن يعني العدد اللي قدم على لجوء ولسه ما خدش لجوء يعني حوالي 400,000، يعني لسه، يعني ممكن نقول ان العدد كله سواء لاجئين رسميين او طالبين لجوء حوالي 1,500,000. فسيد بدر عبد العاطي بيتكلم في حوالي 10 مليون ضيف موجودين اللي هم بيقول عليهم لاجئين، ولكن هو ما قالش اللاجئين فقط، هو قال اللاجئين والمهاجرين، وان في اتفاقات دولية بتحميهم وان هو ممنوع العودة القسرية تمام تمام تمام. ولكن مفيش اتفاقات او مفيش حاجة موقعينها احنا بتاعة المهاجرين، الا اذا كانت الاتفاقيات يعني اللي هي الشراكة بتاعة الهجرة غير الشرعية، ان احنا نمنع قوارب الهجرة الشرعية انها تطلع على اوروبا. ودي بالفعل السيد الرئيس السيسي قال من 2016 مفيش قارب هجرة شرعية غير شرعي طلع. تمام، حلو قوي. هل من ضمن الاتفاقات دي مثلا ان احنا اللي معرفوش يطلعوا من البحر في اتجاههم الى اوروبا ان هم يفضلوا قاعدين عندنا في مصر؟ يعني هل دي اتفاقية؟ بالطبع اكيد لا، مش اتفاقيه. اتكلمنا قبل كده على ان في بالفعل اتفاقيه ان مصر تستقبل المبعدين من المانيا، ولكن دي كانت من ايام السيد سامح شكري وزير الخارجيه الاسبق، وان في بالفعل اتفاقيه كان ما بين مصر والمانيا ان هي تستقبل المبعدين من المانيا، ودي اتكلمنا عليها قبل كده. ولكن السيد بدر عبد العاطي دلوقتي بيكلمنا على ان احنا ال10 مليون اللي عندنا دول احنا ما ينفعش نرجعهم قسريا. طب تمام، احنا مش هنرجعهم قسريا، والانسانيه وحقوق الانسان رغم ان هم القوارب الهجره بيغرقوها، رغم ان مثلا دوله زي لبنان قالت ان هي هترفع صفه اللجوء عن السوريين اللي موجودين في لبنان، وده لان انتفى سبب اللجوء خلاص. وده مش لبنان بس، ده لبنان وتركيا واوروبا كلها رفعوا صفه لاجئ عن اللاجئين السوريين لان انتفى سبب اللجوء. وده الحقيقه شرحناه كتير ومش عايزه اضيع وقت حضراتكم فيه. اذا فاحنا النهارده حتى لو بنتكلم على اللاجئين الرسميين التابعين للمفوضية، فاحنا عندنا عدد، وطبعا هو يعني احنا بنتكلم في 150,000 130,000 سوري انتفى سبب وجودهم يا فندم، ودول اللاجئين الرسميين انتفى سبب اللجوء. اذا فوجب عودتهم يعني بلدهم، يرجعوا بقى بلدهم. اما فيما يخص الغير شرعيين، يعني احنا عندنا برضو ناس او عندنا اعداد غير شرعيه، التهريب اللي بيجي كل يوم والتاني، افارقه بقى على اللي مش عارف يخش من حته بيجي عن طريق السودان، وده مثبت، ده موجود، وهم بيصوروا الرحلات بتاعتهم دي لحد النهارده. كانت لسه الهانم اللي كانت بتصور على الحدود وبعد كده قابلت صاحبتها في مدينه نصر تقريبا بعدها بيومين تقريبا، حاجه كده من قلب القاهره. فده كله مثبت. ايه وضع الناس دي بقى؟ احنا النهارده القانون بتاع 2024 قانون تنظيم اللاجئين، تمام، اديناهم فتره او بيديهم فتره ان هم يقدموا على اللجوء او ان هم يتقدموا الى اللجوء. طب ده ما حصلش لحد دلوقتي. اذا فاحنا فكره ان احنا ال10 مليون دول مهاجرين ولاجئين فاحنا ما نقدرش نعمل لهم عوده قسريه. قسريه احنا يعني دبلوماسيا برضو الدول ما بتقولهاش كده، ما فيش عودة قسرية، الدول ما بتقولهاش كده، ولكن يمكن التضييق عليهم. ولكن انا مقدرة جدا ان التصريحات صادمة، يعني بتحسسنا ان لا، هو في حاجة احنا ما نعرفهاش بقى،
يعني في ناس كانت ما تعرفش الاتفاقيه اللي ما بين اللي كان السيد سامح شكري كان موقع عليها مع المانيا، ده غير بعض ايه التسهيلات اللي كانت اتكلمنا عليها قبل كده، النمسا والسويد وكندا والدنمارك، اكتر من حد كان بيديهم بقى فلوس، وهم كلهم كانوا بيتوجهوا الى مصر لان معاهم مزدوجي الجنسيه. دول بقى كانوا مزدوجي الجنسيه، وكان في طفره في الموضوع ده ان هم كلهم بيخشوا على مصر بعد كده بالجنسيه الثانيه، مش حتى جنسيتهم، عشان لو جينا قلنا ما احنا عاملين اللي هو التصاريح الامنيه مشددين عليها، الاقامات رفعنا مش عارفه ايه، بيخشوا بالجنسيه الثانيه. في كتير بيخش بالجنسيه الثانيه، وهم كده كده بقى لهم 14 سنه في اوروبا وامريكا وهنا وهنا، لموا جنسيات من كل بلد ومن كل شكل ومن كل لون. هل معنى كده نفهم من كلام السيد بدر عبد العاطي ان ما حدش طالع خلاص احنا قاعدين بيهم كده، ولا نبص للجانب الاخر اللي فيه بعض القرارات مثلا اللي هي تشديد على التصاريح الامنيه؟ مثلا في خبر كده بقاله بتاع 4-5 ايام، غلق كل المدارس السودانيه في اسكندريه، كل المدارس السودانيه اللي في اسكندريه قفلت. هل دي ليها مغزى مثلا؟ هل في تحركات مثلا؟ يعني ما ينفعش نقعد نتكلم عليها كل شويه عشان دواعي الدبلوماسيه، ولكن في حاجه مهمه جدا. احنا حتى لو بنتكلم يعني ان احنا ده ملف وبنسكنه كده شويه وبنديله يعني مسكنات عشان مش وقته، احنا عندنا مشاكل كتير ودي حاجات بنتكلم فيها، وهكلم حضراتكم على جزء منها بعد ما اخلص كلام على لقاء السيد بدر عبد العاطي. لو احنا بنعمل مسكنات لده، هنعمل مسكنات لمده سنه 2 10 20، مش هينفع 30، هتبقى كارثه، لان في مشكله كبيره محدش تقريبا جاب سيرتها ابدا. كل اللي بيتكلم على اللاجئين او المهاجرين او الضيوف او الوافدين او المقيمين، سموهم زي ما تسموهم، محدش بيجيب سيره التركيبه ولا التغيير الديموغرافي ولا تغيير الهويه، ولا ما فيش الكلام ده خالص. يعني انت هيبقى عندك اماكن وقد حدث بالفعل، وهقول وحضراتكم انا مش هسمي الاماكن اللي اتغيرت تركيبتها السكانيه وبقت يعني مميزه بجاليه معينه او جنسيه معينه. حضراتكم ممكن في التعليقات اكتبوها، اكتبوا انتوا، يمكن حد يشوف التعليقات بتاعت حضراتكم ويعرف ايه المدن او المحافظات او الشوارع اللي اتغيرت ديموغرافيتها وتركيبتها في مصر. في اماكن بالفعل بقى فيها تكتلات. ليه يا فندم؟ لان الناس اللي بتيجي غريبه، ما هو هيدور على اهله واصحابه، واحنا عارفين مثلا ان جاليه زي او يعني جنسيه زي الجنسيه السودانيه 30 نفر في الشقه، بيحبوا بعض كده، يحبوا بعض وبيقعدوا مع بعض في شقه واحده والكلام. ففي تكتلات في اماكن معينه، في الناس دي فيها تكتلات، واحنا بندير هذا الملف امنيا ان احنا مسيطرين والكلام ده. ولكن بعد 10 20 احنا بنأجل الصدام، والصدام بيحصل والخناقات بتحصل. ولسه امبارح اهو جنسيه اجنبيه، بطلنا نقول جنسيه احدى الدول، بقينا نقول جنسيه اجنبيه. جنسيه اجنبيه نصبوا على الناس. فاكرين كنت لسه من كام يوم بكلمكم، هو لسه في حد بيصدق ان انا هشغل لك فلوسك في اي ما يكون، يعني في نوى البلح اي حاجه وانت بتصدق؟ فنلاقي ان عصابه مكونه من 15 واحد، منهم 13 واحد من جنسيه احدى الدول، او لا بقوا يقولوا جنسيه اجنبيه، ناصبين على المصريين ان هم هيشغلوا لهم فلوسهم في ذهب، ونصبين عليهم في حوالي 30 مليون جنيه تقريبا، المبلغ كده تقريبا. وقبليهم في 12 من جنسيه احدى الدول اتحكم عليهم بالاعدام لتهريبهم للمخدرات، جنسيه اجنبيه برضو احدى الدول. كان قبليها برضو اللي كانوا عايزين يهربوا الكبتاجون في طرمبات الميه، كان منهم تقريبا حوالي 11 سوري. ففي صدام، في ناس مختلفة عننا ثقافيا، فكريا، اجتماعيا، طائفيا، كل يوم بيدبوا في بعض في سوريا، مفيش اي مشكلة. المشكلة احنا بنأجل حل مشكلة وبندمجها بدون إدارة كمان. يعني احنا حتى بنقول احنا بنعملهم انسانيا ومفيش مخيمات. لو في مخيمات كان هيبقى ايه، عارفين اولهم واخرهم فين. ورغم ان المخيمات في الأردن يعني عادي، حصل منها كارثة قبل كده لو تفتكروا اللاجئين اللي كانوا في الأردن. لبنان فتحوا لهم وتعالوا وقالوا فترة مؤقتة وحصل الصدام ما بين اللبنانيين والسوريين، وقالوا لهم بقى بالسلامة يعني. وحضرتكم شايفين الأمن العام اللبناني بيعمل ايه دلوقتي. فهي الفكرة ان احنا بنأجل المواجهة او بنأجل الصدام او بنأجل حل هذا الملف. طب لإمتى؟ طب ايه الحل فيه؟ دي أسئلة كتير، والموضوع ده فارق او مهم عند جزء كبير من المواطنين المصريين، ولكن بنلاقي ان كل الاجابات غير مرضيه. هل في اجراءات؟ في اجراءات، بس هي غير ملموسه. ارجع واقول لحضراتكم ما نعلمه عن الاتفاقيات الدوليه اللي موقعه عليها مصر، هي اتفاقات تخص اللاجئين وهي غير ملزمه.
يعني مصر ممكن تنسحب منها اي وقت، يعني مش هيحصل علينا عقوبات، مش هيحاصرونا بالاساطيل، مش هيعملوا اي حاجه من دي. ولكن هي برضو حتى لو ان هي ما ينفعش هي للاجئين فقط، ولكن بنلاقي ان المسؤولين بشكل عام بيتكلموا عن اللاجئين او الاعداد اللي موجوده في مصر اللي هي 10 مليون، اللي هي اكيد اكتر من كده بكتير يعني، اللي بيتكلموا عنها هم كلهم بالنسبه لهم لاجئين، وبقينا نسمع لفظ مهاجرين. احنا مش دوله مهجر. ونلاقي برضو ان احنا بنتكلم يعني على ان احنا المفروض ندير مواردنا بما يتناسب مع دخلنا والاقتصاد والكلام ده كله، ونقلل يعني الخلفه نقلل عدد المواليد. وطبعا وزاره الصحه كل يوم والتاني بتطلع تحتفل، نلاقي منشور كده ونلاقي بوست كده ان هم ايه يعني ان احنا وصلنا للتارجت اللي كنا عايزينه، وفعلا من قله. لا معلش حضراتكم، احنا عندنا هنا جنسيات موجوده في مصر بتضرب ما تعدش عزوه، هم معروف عنهم ده، الفلسطينيين، السوريين، السودانيين، اليمنيين، الليبيين مثلا. ودي مش اهانه لاي جنسيه منهم، ولكن معروف عن الجنسيات دي ان هم بيحبوا العيال الكتير. يعني حضراتكم اكتر ما يعني، وتحديدا السودانيين والسوريين اللي هم طبعا اعدادهم كبيره في مصر طبعا، واليمنيين بقوا كتير، والفلسطينيين بقوا اكتر. هو الحقيقه الجنسيه كلها بقت كتير، يعني ما نقدرش نحدد انهي جنسيه اكتر من الثانيه، ولكن هو طبعا على راسها السودانيين 4 و5 عيال. يعني انت النهارده احنا كدوله عايزين نحدد النسل، وفي نفس الوقت احنا مدخلين يعني جنسيات من الاكثر خصوبه، يعني خير. إدارة الموارد هل بيتحسب فيها بقى عدد السادة الضيوف وعيالهم، ولا هم بقى لهم كام سنة 10 مليون ما بيخلفوش، ما بيموتش منهم حد، ما بيعملوه، ما فيش خالص. طبعا ناهيكم عن الجواز وان الكباري بقى الحقيقه الموضوع كبير الحقيقه والله الموضوع كبير، ومن كتر ما اتكلمنا فيه يعني الواحد بقى يعني مش عارف يقول ايه، يعني نقول ايه بجد والله. يعني مش عايزين نطول على الناس، ومش عايزين نفضل نعيد ونزيد ونعكنن عليهم. حوادث اتكلمنا، تحرشات اتكلمنا، قتل اتكلمنا، احتكاكات اتكلمنا، سرقه اتكلمنا بالفيديوهات وبالصوت والصوره، وكله نازل على بيانات وزاره الداخليه. ما بنجيبش حاجه بعيدا عن وزاره الداخليه، كله نازل على بيانات وزاره الداخليه. لسه النصابين اللي سارقين الناس وقالوا لهم هنشغل لكم فلوسكم نازل على البيان بتاع وزاره الداخليه. فما فيش حاجه من عندنا. فخلينا يعني انا مش عارفه نتفائل طيب مش عارفه. سنه جديده والواحد مش عايز نكد بجد والله. وانا شايفه ان الناس شايطه من ساعه اللقاء ده، انا بجد انا شايفه ده. طب هل نتفائل؟ هل نشوف ان في اجراءات؟ هل هي بسيطه؟ هل هو حوار دبلوماسي وكلام دبلوماسي مثلا بيتقال؟ يعني ما هو مثلا ما كانش في ناس اتزعلت مثلا من لما اتكلم على السعوديه والعلاقات ما هي العلاقات المصريه والسعوديه، يعني هيطلع وزير الخارجيه يقول ايه يعني؟ اشقاء واخوه، وسيبكم اللي بيحصل على السوشيال ميديا والكلام ده كله، مع ان على السوشيال ميديا عندهم في ناس تقيله داخله على الموضوع. اسمع علينا مش قصتنا. هل هو حوار دبلوماسي موجه للخارج؟ الكلام ده كله الحقيقه مش عارفين، يعني مش عارفين. ولكن ما ينفعش نطلق لفظ لاجئين، وان هو ما ينفعش نرحلهم ترحيل قسري على كل الاعداد اللي موجوده دي خالص. الحقيقه مش عارفين الموضوع يعني هيروح على فين في الاخر، ولكن نتمنى الخير، لان بصراحه ما فيش اي نيه ان انا اعكنن على حد النهارده بالكلام في الموضوع ده. وخلينا نقولها زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم.